السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. نعمل صينية بطاطس حلوة كده خفيفة وشوية رز بشعرية. تقدمي معاها رز ابيض، رز بشعرية، حسب الرز اللي انت بتحبيه. تعالي نشوف المقادير بتاعتنا. فاكرين الفيديو اللي قبل ده بتاع الشاورما لما قلت لكم ان انا كان عندي فرخية في الفريزر وخدت الصدر بتاعها؟ ده باقي اجزاء الفرخة طبعا، اللي هو الجناحين والوركين بتوع الفرخة. هنعمل بيهم صينية بطاطس حلوة أوي وخفيفة كده على المعدة. ومعايا 3 بطاطسات أو 4 حسب الكمية اللي انت عايزاها. معايا بصل مقطعاه جوليان، ومعايا فلفل ألوان، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل كوبي. البهارات ملح وفلفل اسود ورق لوري ومكعب مرقة وشوية كمون ومعلقة من الثوم المفروم. عايزة اقول لكم صينية البطاطس حلوة قوي. وزي ما انتوا عارفين البطاطس لازم نحط عليها الكمون. الكمون ده بيخلي طعم البطاطس حلو قوي. بصوا سمك البطاطس انا مش مقطعاها ولا رفيعه قوي ولا تخينه، عايزه سمكها تكون وسط كده عشان خاطر لسه الفراخ معانا تستوي معاها، عشان البطاطس ما تتهريش معانا. جبت الصينيه او البايركس او اي حاجه انت هتعملي فيها اهو. هنزل بالبطاطس بتاعتي زي ما قلت لكم حسب عدد افراد الاسره بتاعتك هتستخدميها. انا زي ما قلت لكم دي كانت معايا فرخيه في الفريزر، خدت الصدر بتاعها عملت منه الشاورما. الفيديو اللي قبل ده لو ما شفتوش خش اتفرجي عليه هيعجبك قوي. كنت عامله فيه الشاورما والتوميه. النهارده باقي اجزاء الفرخه هنعمل بيه صينيه بطاطس، وعايزه اقول لكم حلوه قوي قوي وخفيفه. طبعا مش هنحط لها عصير طماطم زي البطاطس التقليديه اللي احنا بنعملها، لا احنا هنعملها النهارده بطرنشات الطماطم والبصل والفلفل. هتبقى حلوة قوي وحلوة وخفيفة على المعدة، غير التانية اللي هي مطماطم. طبعا احنا بنحب الاتنين، بس بيحبوا دي اكتر بصراحة، يعني بيحبوا عندي دي اكتر من المطماطم التانية. هنحط كل الخضار على البطاطس كده في الصينية بتاعتنا او البايركس. هنزل بمكعب المرقة بتاعنا. لو انتي مش عايزة تحطيه براحتك خالص، بس بيدي طعم حلو قوي في صينية البطاطس. وهنحط نص معلقة توم مفرومة، وهنحط التوابل. اهم حاجه الكمون والفلفل الاسود والملح ورق لوري. انا ما بحطش اكتر من كده بهارات عشان ما تغيرش معانا طعم صينيه البطاطس. اهو شايفين شكل الخضار عامل ازاي؟ بصراحه يفتح النفس. عايزه اقول لكم كان طعمها حلو جدا جدا جدا. لو بتعملي صينيه البطاطس التانية لا جربي اعملي دي، هتعجبك قوي وهتعجب الولاد كده، وهتحسيها ان هي خفيفه على المعده كده وحلوه. بصوا دول الجناحين بتوع الفرخه وهم الوركين. زي ما انتم شايفين انا سايبه في الطبق على جنب كام شريحه من الطماطم. هنحطهم على وش الصينيه من فوق. هنقلب بقى الملح بالفراخ بالخضار بتاعنا تقليبه حلوه كده. نخلي الفراخ تشرب من كل البهارات بتاعتنا والخضار كله يشرب من بعض. اهو بصوا بالشكل ده. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بعمله. بصوا بنقلب من تحت وفوق بنجيب كله. بنخلي البهارات تدخل في كل حتة من البطاطس والفراخ. زي ما انتم شايفين كده انا بدخل التوابل في قلب قطع الفراخ حلو عشان تبقى مبهرة وطعمها حلو معانا. زي ما قلت لك انت ممكن تقومي تعمليها في 10 دقايق والله مش اكتر من كده. يعني تقطعي الخضار بتاعك وتحطيها. ومتاخدش سوا كتير على النار. مجرد بس ما الفراخ معانا بتستوي بتكون هي استوت خلاص. عشان كده قلت لكم خلوا سمك البطاطس معانا تكون سمكها حلو، ما تخليش البطاطس شرايح رفيعه عشان خاطر ما تتهريش معاكي والفراخ تبقى لسه نيه. خلاص انا هحط الفراخ على الوش عشان خاطر لما تطلع من يعني انا دلوقتي بقى المرحله دي بحطها على البوتاجاز. بعد كده بحب احطها على الشوايه عندي في الفرن تاخد لون. تمام. فعشان كده بحب احط الفراخ على الوش كده بعد ما رصيت الصينيه عشان تاخد معانا اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. زي ما قلت لكم اختياري بقى، عايزه تاكليها برز بشعريه، رز ابيض عادي، رز اللي هو حبه وحبه. ممكن تاكليها بالعيش حلوه قوي بتبقى طعمها تحفه قوي بالعيش برضو.
اهو زي ما انتم شايفين، والله ما خدتش وقت خالص وسهله. ده الطبق اللي كان معايا اللي كان فيه شرايح الطماطم، حطيت فيه حوالي كوبايه صغيره من الميه، مش هحط اكتر من كده. وهنغطيها بقى ونحطها على البوتاجاز من فوق لحد بس ما نتاكد ان هي استوت حلو، وهنحطها على الشوايه في الفرن. بصوا اهي شكلها وهي على البوتاجاز اهو. غطيتها بقى باي غطا عندك، باي صينيه، بس انا بصراحه الصينيه دي عندي كبيره، فما فيش غطا عندي على قدها بتاع حله، فبغطي بالصينيه الاستانلس. جبت حله بقى عشان نعمل الرز بالشعريه، حطيت شويه من الزيت صغيرين، او هحط معلقه من السمنه البلدي او اي نوع سمنه انت تحبيه. طبعا الرز بالشعريه سهل جدا وسريع. اهم حاجه الرز بتاعك سقيه الميه بتاعه عشان يطلع مفلفل وحلو. يعني كل كوبايه من الرز المصري بتاخد معانا كوبايه ميه. تمام كده. للناس المبتدئين او البنات اللي لسه صغيرين مش عارفين يسووا رز، لا سهل جدا. بصوا هنحمر الشعريه، حاولي ما تغمقيش درجه لون الشعريه عشان خاطر كل ما تغمق كل بصراحه ما تبقاش حلوه في الرز خالص. خليها لونها جولد كده. بص اللون بتاعها، لون الجولد ده حلو قوي، مش هغمقها اكتر من كده خالص. بصوا خلاص هو اللون ده كده حلو. هنزل بقى الرز بتاعي غسلاه طبعا، ومش هقولك كمية معينة، حسب الكمية بتاعت افراد الاسرة عندك هتعمليها. سهل خالص وسريع. عايزه اقول لكم صينيه البطاطس كانت طالعه خطيره جدا جدا. جربيها واكتبي لي تحت في التعليقات. لو ما بتعملهاش يعني جربيها واكتبي لي تحت في التعليقات. لو بتعمليها اكتبي لي برضو تحت في التعليقات، تعليقاتكم بتعجبني قوي بصراحه. بصوا هنقلب بقى الرز بالشعريه حلو، وهننزل بالملح بتاعنا، وهحط شويه فلفل اسود اهو. اهم حاجه بقى المرحله دي، بعد ما بننزل بالرز المغسول على الشعريه لازم نقلبه كده تقلبتين 3 لحد ما نسمع صوت صوت كده القرمشه بتاعته، نعرف ان كده شرب الميه بتاعته عشان يطلع معانا مفلفل برده وحلو. ده سر نجاح الرز بتاعك، اي رز، رز ابيض، رز بشعريه، رز حبايه وحبايه. قلبيه الاول في السمنه كده. كل ما تقلبيه كده والميه بتاعته تنشف بيطلع معاكي مفلفل وحلو قوي. هنحط الملح اهو بالشكل ده. هنقلب بقى الملح كمان مع الرز تقليبتين كده. كل ده انا لسه منزلتش بالميه خالص، انا بقلب الرز في قلب الشعريه مع السمنه. بصوا عشان يطلع معايا مفلفل وحلو قوي. يعني كل كوبايه من الرز المصري بنحط عليها كوبايه ميه. واهم حاجه خطوه تقليب بقى في السمنه دي بتخلي برضو الرز بتاعنا يطلع حلو. طبعا دي ميه معايا مغليه من الكتل، نزلت بيها على الرز على طول. طبعا انا ما بعايرش بالكوبايه ولا حاجه، انا عارفه مقدار الرز بتاعي والميه قد ايه. لكن لو بنوته جديده ومش عارفه تعملي الرز ازاي عايريه بالكوبايه. كل كوبايه رز كوبايه ميه. تمام كده. كررت المعلومه كذا مره، يا رب تكونوا استفدتوا مني. خلاص اهو. هنغطيه بقى ونسيبه. لقيته عايز شويه ملح كمان. اهم حاجه كمان في الرز بقى انك تظبطي الملح بتاعه، يعني الحدق بتاعه لازم يبقى مظبوط عشان يطلع معاكي مظبوط كده وحلو. بصوا هنا بقول لكم، بصوا الفراخ استوت ازاي. بصوا البطاطس ما اتهرتش معايا، ماسكه نفسها وحلوه قوي. عايزه اقول لكم ريحتها كانت تجنن. خلاص هروح بقى احطها في الشوايه لحد ما تاخد اللون الجلد ده وتطلع معانا بالشكل ده. ايه رأيكم في صينية البطاطس بتاعتنا الخطيرة ومش مكلفة خالص؟ بباقي الاجزاء بتاعة الفرخة اللي احنا خدنا منها الصدر الفيديو اللي قبل ده. عملنا اكلة كده اتغدينا بيها انا والولاد وجوزي وكنا مبسوطين جدا. ايه رأيكم بقى في المنظر؟ بصوا لون الشعرية عشان مش غامقة،
حلوة قوي مع الرز، حلوة قوي لون الشعرية تبقى جولد كده. بصوا البطاطس ماسكة نفسها، ما تهرتش معايا زي ما قلت لكم، عشان مش مقطعاها شرايح رفيعة، لا انا مقطعه السمك بتاعها يبقى حلو عشان الفراخ برضو تعرف تستوي حلو. وبكده بقى اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده. ويا رب لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسونيش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا بعمله. وانتظروني في فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.